بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها لورين واللي بتكون محامية ناجحة ومن عيلة غنية جدا. وبتكون لورين مشهورة في الإعلام بإنها بتدافع دايما عن الأبرياء والمظلومين، وبترفض الدفاع عن المجرمين مهما كانت العروض المالية الضخمة اللي بتتعرض عليها. وبيكون والدها اسمه أرتشر وبيشتغل مدير بنك، وأخوها ويليام اللي كان عضو سابق في الكونجرس ومرشح حاليا لمنصب عمدة ولاية في أمريكا. وبسبب شهرة لورين بتقرر تحضر مؤتمر صحفي علشان تدعم أخوها ويليام في حملته الانتخابية. وأثناء المؤتمر بيجيلها خبر وفاة والدها بسكتة قلبية وهو سايق عربيته وراجع للبيت، وساعتها بتتصدم وبتكون مش مصدقة اللي حصل، فبتنهي المؤتمر وبترجع للبيت مع أخوها بسرعة. وفي الجنازة بنشوف لورين وبنعرف إنها متجوزة من واحد اسمه سكوت ومخلفة منه بنت. وبيظهر إن والدتها واللي اسمها كاثرين وهي حزينة جدا على وفاة جوزها بشكل مفاجئ. وبعد كده بيتكلم ويليام مع لورين وبيقول لها إنه عايز يفتح الوصية في أقرب وقت، وهو بيكون واضح إن ويليام مش متأثر على موت والده، وده على عكس لورين اللي بتكون حزينة ومتأثرة ولكنها مش بتظهر ده. وبتكون لورين هي وويليام مستغربين من الطريقة اللي مات بيها والدهم، خصوصا ان كان مهتم بصحته جدا وبيمارس الرياضة بشكل يومي. وبعد الجنازة ما بتنتهي بيفتح المحامي الوصية واللي بتكون عبارة عن 20 مليون دولار لابن ويليام ومليون دولار لبنته لورين، وباقي أملاكه وفلوسه بتكون من نصيب كاثرين مراته. واول ما الكل بيسمع الوصيه بيتصدم من المبلغ القليل اللي كاتبه لورين، لكنها مش بتهتم وبتقوم تشكر المحامي، وساعتها بيعرفها ان الوصيه لسه مخلصتش وبيديها ظرف سايبه لها والدها، وبيقول لها المحامي ان ابوها كان بيحبها جدا وفخور بيها دايما. وبعد كده بتدخل المكتب وبتفتح الظرف وبتلاقي جواه فلاشه، ولما بتشغلها بتلاقي فيديو لوالدها وهو بيعتذر لها عن المسؤوليه الكبيره اللي هيخليها تشيلها لوحدها. وبيكمل كلامه وبيقول لها انها تخلي الموضوع اللي هتعرفه سر وما تقولش لاي حد ابدا عليه، وبيعرفها انه مش هيوضح لها اي حاجه علشان لو في حد بيتجسس عليها ما يعرفش السر اللي هتعرفه. وبيعرفها ان اجابه اللغز ده هتلاقيه في مكان في الغابه مدفون تحت الارض، ومفتاحه هيكون في الظرف اللي معاها. وفي نهايه الكلام بيقول لها انه بيحبها جدا وهيفضل دايما فخور بيها. ولما لورين بتنهي الفيديو بتخرج تتمشى شويه وهي تايهه ومش فاهمه اي حاجه، ولما بيشوفها سكوت جوزها بيروح وراها علشان يطمن عليها ويعرف منها اللي حصل، لكنها بتطمنه وبتقوله انها كويسه ولكن محتاجه تكون لوحدها شويه. وبالفعل بتسيبه وبتمشي وهي بتفكر في الكلام اللي قاله لها والدها. واثناء ما هي ماشيه بتدخل الغابه اللي كان باباها بيزعق لها دايما وبيمنعها تدخلها بدون سبب. وفجاه وهي ماشيه بتدوس على شيء معدن تحت رجليها، ولما بتشوف ايه مصدر الصوت بتكتشف وجود باب حديدي ومقفول بالقفل، وساعتها بتجرب تفتحه بالمفتاح اللي والدها اداهولها، ولما بيتفتح معاها بتتصدم. وبعدها بتلاقي قدامها سلم، فبتقرر انها تنزل تشوف ايه السر اللي والدها كان مخبيه عنهم طول السنين دي وعايزها هي بس اللي تعرفه. ولما بتنزل لورين على السلم بتكون خايفه ومتوتره جدا. وبعد كده بتلاقي ممر، فبتفضل ماشيه لحد ما بتشوف قدامها راجل كبير في السن وشعره طويل وبيكون متسلسل جدا وعلى رقبته طوق حديد وما بيكونش بيتحرك وكانه متحنط. وساعتها بتفتكر لورين انه ميت، فبتروح علشان تقيس نبضه لكنه بيتحرك فجاه، فبتخاف جدا وبتخرج بسرعه من المكان. ولما بترجع بيتها بتكون مصدومه وهتتصل بالشرطه، لكنها بتتراجع في اخر وقت وبتقرر ما تبلغش حد زي ما طلب منها والدها. وبعد كده بيجي لها اخوها ويليام وبيعرض عليها انهم يقسموا ال20 مليون اللي والدهم كاتبهم ليه، ولكن لورين بترفض وبتعرفه انها مش متضايقه ومش فارق معاها الورث. وبعد شويه بتروح تتكلم مع والدتها وبتسالها اذا كان والدها عنده اعداء، فبتقول لها مامتها ان اي شخص عنده اعداء ودي مسؤوليتها علشان تحميهم منهم. وساعتها بتكون لورين خايفه، فبتقرر انها تفضل في بيت والدها لفتره. وفي نفس اليوم بترجع للمكان اللي تحت الارض من تاني بعد ما بتاخد مسدس من مكتب والدها علشان تدافع بيه عن نفسها. واثناء ما هي في طريقها بتفتكر خلافاتها الكتيره مع والدها، لانه كان دايما بيطلب منها تدافع عن اصحابه الاغنياء المجرمين في القضايا بتاعتهم حتى لو على حساب الفقراء والمحتاجين. وبعد ما بتوصل لورين للاوضه اللي فيها الراجل بتلاقيه نايم، وساعتها بتاخد بصماته على ورقه علشان تعرف تجيب عنه اي معلومات، ولكنه فجاه بيفتح عينه فبتخاف منه لورين وبتجري بسرعه. وبعدها بترجع له تاني وهي لابسه قناع وبتساله عن اسمه وسبب حبسه في المكان ده، لكنه بيرفض يقول لها عن اي حاجه وبيطلب منها تشيل القناع علشان يشوفها. ولما بترفض لورين تشيل القناع ساعتها بيقول لها اسمها بالكامل وتاريخ ميلادها حتى اسامي كل عيلتها، وهو بيقول لها انه عارف عنها كل حاجه وانها كمان محاميه وانها بتدافع عن المظلومين والابرياء. وساعتها بتصدم لورين وبتقلع القناع وبتساله هو مين وعرف عنها كل حاجه ازاي، لكنه بيفضل مصمم ومش بيرضى يقول لها عن اي حاجه عنه. وبعدها بيسالها عن والدها وبيفهم من كلامها انه مات من فتره قصيره، وبيقول لها علشان يجاوبها على كل اسئلتها تجيب له اكل وشويه حاجات تانية، وده لان ابوها حبسه من سنين كتيره وكان بياكله كل يوم زبده وسكر بس. ولكن لورين بتكون مصدومه ومش مصدقه ان ممكن يكون ابوها يعمل كل ده، وبتروح فعلا وبتجيب له كل اللي هو عايزه. وبعد ما بيخلص اكل بيبدا يتكلم معاها وبيفضل يحكي لها ان هو ووالدها كانوا اصحاب جدا من 30 سنه، وان كان بيجمعهم صفات كتيره متشابهه، وهي انهم متهورين وبتوع رهانات وانانيين جدا.
وبيعرفها انه كان هيبقى دكتور كبير، ولكن في يوم وهو ووالدها في طريقهم للمدينة علشان يلعبوا لعبة رهانات كبيرة، ساعتها خبط ارتشر والدها شخص بالعربية من غير قصده وللأسف مات. وبعد كده اخدوا الجثة ودفنوها، ولكن فجأة ضربوا ارتشر على دماغه بحديدة وخلاه يفقد وعيه. ولما فاق مورجان لقى نفسه متربط في المكان ده اللي بيتكلموا فيه دلوقتي، وبيعرفها انه فضل يتوسل لوالدها انه يسيبه او يقتله ويخلصوا من العذاب ده، لكنه رفض وفضل محبوس سنين طويلة في نفس المكان. وده لان ارتشر كان خايف ومش واثق انه لو سابه ممكن ساعتها يبلغ عنه ويحبسه. وبيعرفها ان والدها عرف الناس ان مورجان سرق فلوسه وهرب بيها بره البلد، وده علشان محدش يدور عليه. وساعتها بتسأله لورين ازاي تتأكد انه بيقول الحقيقة وما بيكدبش عليها، فبيقولها مورجان انه هيديلها اول اثبات، ووقتها بيديلها عنوان واحدة اسمها صوفيا، وبيعرفها انها كانت عشيقة والدها في السر. ولكن لورين بتتعصب عليه وبتقوله ان والدها كان بيحب والدتها جدا ومستحيل يخونها مع واحدة تانية. ولكن مورجان مش بيهتم بكلامها وبيقولها على عنوان صوفيا علشان تروح تتأكد بنفسها. وبعد كده بتخرج لورين وبتقفل الباب وهي في حالة صدمة ومش مصدقة اللي بيحصل، وبتتصل بواحد من زمايلها علشان يدور على واحد اسمه مورجان اختفى في أواخر الثمانينات. وفي الوقت ده بيكون مورجان بيتصرف تصرفات جنونية وغريبة، وده بسبب سجنه تحت الأرض لوحده لمدة كبيرة جدا. وبعدها لورين بتقرر تروح للعنوان اللي اداهولها مورجان علشان تتأكد من الكلام اللي قالهولها عن صوفيا عشيقة أبوها. ولما بتقابلها بتتأكد إن مورجان ما كدبش عليها، وبتسألها لورين هي تعرف والدها من إمتى، فبتقول لها صوفيا إنها تعرفه من فترة كبيرة، وبتعرفه إنه واقف جنبها وساعدها لحد ما عملت كارير ومستقبل لنفسها. وساعتها بتلاحظ لورين وجود صورة لطفل صغير، فبتسألها مين ده، فبتجاوبها صوفيا وبتقول لها إنه ابنها وإنه يبقى أخوها من والدها. وساعتها بتتصدم لورين من اللي بتسمعه وبتطلب من صوفيا إنها تخلي الموضوع سر، لأن لو والدتها عرفت ممكن يجرى لها حاجة. وبعد كده بتخرج من بيت صوفيا وهي منهارة وبتعيط ومش مصدقة إن والدها كدب عليهم طول السنين دي وارتكب كل الجرائم دي. وبتقرر تروح للمحامي بتاع والدها وهي متعصبة جدا لأنه كان عارف موضوع صوفيا كل الفترة دي وما قالش لحد، ولكنه بيقولها انه المحامي الخاص بيه وصاحبه، وان اساس مهنته انه ما ينفعش يفشي اسراره وعلاقاته الشخصيه لاي حد. وبيعرفها انه صوفيا وقعت على عقد بانها ما تقولش لاي شخص اي حاجه حصلت بينها وبين ارتشر والدها. وبتساله لورين اذا كان يعرف شخص اسمه مورجان او حتى والدها جاب سيرته قدامه قبل كده، ولكن المحامي بيقول لها انه ما سمعش الاسم ده منه ابدا. ولما بترجع لورين تاني لمورجان بيطلب منها انها تفكه، ولكنها بترفض وبتساله ايه اللي يعرفه تاني عن والدها، فبيقول لها مورجان انه يعرف عنه كل حاجه، وده لان والدها كان بيحكي له دايما وكانه بيكلم نفسه، وده لانه كان معتبره ميت ومش هيخرج من المكان ده ابدا. وبعد كده بيطلب منها انها تفكه وتخرجه، خصوصا انها اتاكدت انه مش بيكدب عليها، لكنها بتقوله انها مش هتفكه غير لما يقولها على مكان الجثه اللي دفنوها. وبعدها بتفك الكلبش اللي في رقبته وبتحطه في ايده، وبيخرجوا هما الاتنين من السجن اللي هما فيه علشان يقولها على المكان اللي دفن فيه الجثه هو والدها. واول ما بيخرجوا بيعيط مورجان من الفرحه، وبيكون مش مصدق انه خرج وشاف الارض من تاني بعد كل السنين الطويله اللي قضاها في مكان اشبه بالقبر. وبتاخده لورين معاه في العربية وبيمشوا مسافة كبيرة لحد ما بيقدر مورجان انه يحدد المكان بالظبط. وبتحفر لورين في المكان وبتتصدم لما بتلاقي فعلا عظم لجثة شخص مدفونة بقالها فترة. واثناء رجوعها بالعربية من تاني للسجن اللي تحت الارض بيظهر انها في حالة صدمة ومرعوبة من اللي شافته. ولما بتنزل مورجان السجن من تاني بتوجه عليه المسدس وبتطلب منه يحط الكلبشات في رقبته لانها لسه ما خدتش قرار انها تفكه. وقتها بيتعصب مورجان وبيحس بالذل والقهر لانها بعد ما اتاكدت انه مظلوم مصرة برضه تحبسه زي ما والدها عمل فيه زمان. ولكن لورين بتفضل تصرخ فيه وبتهدده لو ما حطش الكلبش في رقبته هتضربه بالنار وتقتله. وساعتها بيضطر مورجان انه يسمع كلامها وهو حزين ومنهار، وفعلا بيحط السلسله وبيكلبش رقبته. وبتقول له لورين وهي بتعيط مش معنى انه اداها عنوان عشيقة والدها ووصلها لجثه مدفونه في مكان مهجور يكون ده دليل على براءته، وبتطلب منه دليل اقوى من ده علشان تتاكد انه فعلا بريء. ولكنه بيجاوبها وهو بيعيط ومقهور ان مفيش دليل تاني، وده لان والدها دمر كل الادله والمستندات اللي تثبت براءته. وساعتها لورين بتحس بتأنيب ضمير وبتفك الكلبشات من ايده، وبيتفاجئ مورجان من اللي عملته وبعدها بتسيبه وبتمشي. وبعد كده بتروح للمحامي وبتطلب منه يعمل لها حساب بنكي وبطاقه مزوره باسم مورجان، وكمان يجيب لها طياره خاصه في اقرب وقت ممكن. وبترجع لمورجان وبتفرج عنه اخيرا وبتطلعه من السجن، واللي اول ما بيخرج وبيشوف الشمس بيفضل يعيط زي الاطفال وبيكون حزين على سنين عمره اللي ضاعت وهو محبوس زي الميتين. وبعد كده بتوصله بعربيتها للطياره الخاصه، وهناك بيقابله المحامي اللي بيسلمه $1,000,000 كتعويض وكمان اوراق شخصيه مزوره، وبيركب مورجان الطياره. وبترجع لورين للسجن اللي تحت الارض من تاني عشان تتخلص من كل حاجه موجوده فيه. وفي الوقت ده بيكون زميلها اللي كلفته يجيب لها بيانات عن شخص اسمه مورجان بيتصل بيها علشان يبلغها انه قدر يوصل لمعلومات عنه خطيره، لكنها بتكون وقتها تحت الارض ومفيش شبكه في تليفونها، فبيضطر زميلها يروح لبيتها وبيسيب لها الملف اللي فيه المعلومات قدام البيت. ولما بتوصل كاثرين ام لورين
لورين بتشوف الملف على الباب وبتاخده معاها جوه البيت. وبعد ما بتخرج لورين من السجن اللي تحت الارض بتوصل لها رساله من زميلها واللي بيعرفها بموضوع الملف، فبتروح على البيت بسرعه قبل ما حد يشوف اللي موجود فيه. واول ما بتوصل بتشوف مامتها وهي بتبص في اوراق الملف وبتسالها اذا كانت تعرف الشخص ده، فبتعرفها لورين ان ده ملف قضيه عندها لشخص اسمه مورجان. ولكن والدتها بتستغرب وبتقولها ان ده ما اسموش مورجان وان اسمه كارسن، وانه كمان شخص مؤذي وشرير لاقصى درجه ممكن تتخيلها. ووقتها بتتصدم لورين وبتكون مش مصدقه اللي بتسمعه، وبتقول لمامتها ان ابوها كان حابسه في سجن تحت الارض لمده 30 سنه. فبتسالها والدتها عن مكانه دلوقتي، فبتجاوبها لورين وبتعرفها انها خرجته من السجن. وساعتها بتستوعب لورين انها ارتكبت مصيبه كبيره وبتخرج بسرعه تتصل بالمحامي لكنه ما بيردش على تليفونها. وبتروح على مكان الطياره فبتلاقيها لسه في مكانها، وهناك بتتفاجئ لما بتلاقي المحامي مقتول قدامها ومرمي على الارض. فبتتصدم لورين وبتتصل على والدتها علشان تخلي بالها على نفسها لان مورجان ناوي ينتقم منهم كلهم. ولما بترجع للبيت مش بتلاقي مامتها فبتجري بسرعه على الغابه، وهناك بتلاقي باب السجن مفتوح فبتنزل وبتلاقي امها واقعه على الارض ومغمى عليها. وساعتها بيطفي مورجان النور وبيفضل يخوفها، فبتفتح لورين الكشاف اللي معاها وبترفع السلاح علشان تحاول تضربه بالنار. ولكن مورجان بيظهر من وراها فجأة وبيقول لها انه هيفضل يعذبها ويحبسها سنين طويلة زي ما عمل فيه ابوها زمان. وبيضربها على دماغها لحد ما بتفقد الوعي، وبيفضل يسحبها على الارض وبيحطها جنب مامتها وبيربطهم بسلاسل حديد. ولما بتفوق لورين بيحكي لها مورجان كل اللي حصل بالظبط، وبيقول لها انه حاول طول السنين اللي فاتت انه يقتل ابوها لحد ما جه اليوم اللي قدر يسمه فيه وهم بيلعبوا الشطرنج بنفس السم اللي اداهوله ارتشر علشان يموت نفسه ويرتاح من عذاب السجن. وبيعرفها انه كان عايش على امل ان هي اللي هتجيله بعد موت والدها، وده لانه عارف انها بتدافع عن الابرياء والمظلومين، علشان كده قرر انه يخدعها ويحاول انه يظهر لها انه ضعيف ومظلوم وبالتالي تطلق سراحه. وبيحكي مورجان بدايه العداوه اللي بينه وبين والدها، وبيقول لها انه في يوم وهو في حفله شاف كسر ان امها وهي بتبص له بنظرات اعجاب وهو كمان كان معجب بيها، ولما قرب منها علشان يدخل معاها في علاقه رفضت وضربته بالقلم. وساعتها فقد مورجان اعصابه وضربها واعتدى عليها غصب عنها. وبيقول لها لما عرف ارتشر كان متعصب جدا وسكران واخد مورجان معاه في عربيه لمكان للمراهنات، واثناء ما هم في طريقهم ظهر قدامهم شاب وخبطوا ارتشر من غير ما يقصد، وساعتها مات الشاب في نفس الوقت. ولما حس ارتشر ان مورجان ممكن يستغله ويهدده قرر ساعتها انه يحبسه في سجن تحت الارض ويعذبه ويحرمه من الاكل والشرب. فبتسأله لورين هو عايز ايه منهم بالظبط، فبيقول لها مورجان انه هيفضل يعذبهم وينتقم منهم ومن عيلتها كلها، وانه هيعيشهم في الضلمه زي ما عاش فيها كل السنين اللي فاتت. وساعتها بتهجم عليه لورين وبتخربشه في وشه، فبيتضايق منها مورجان وبيتعصب عليها وبيقول لها ازاي تعملي كده في ابوك الحقيقي. وساعتها بتصدم لورين صدمه عمرها من اللي بتسمعه، وقبل ما يكمل كلامه فجاه بتقوم كاسرين من مكانها وبتضرب مورجان برصاص وبيموت. وبتروح تحضن بنتها اللي بتكون لسه في حاله صدمه وبتقول لها انها ما تصدقش اي حاجه وانه بيكذب عليها. وقبل ما يطلعوا من السجن بترمي لورين بنزين في كل مكان وبتقرر تحرقه علشان تتخلص اخيرا من كابوس كان بيلاحق عيلتها لمده 30 سنه. وبينتهي الفيلم وبتفضل لورين في حيره انها بنت ارتشر او مورجان. الفيلم ده بصوت عبد الله طارق بتاع فيلم في خلاط، وكتبت السكريبت اماني رجب. وما تنساش تعمل لنا فولو لو انت على الفيسبوك، وكمان تتابعوني على الصفحه الجديده، وده بسبب ان الصفحه القديمه بتاعتنا اتقفلت. وسبسكرايب طبعا لو انت على اليوتيوب وتفعل الجرس، وما تنسوش تقترحوا علينا افلام حابين ان احنا نلخصها، واستنونا في فيلم جديد في الخلاط. ويلا السلام عليكم.